بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بكل المتابعين الكرام في كل مكان، سواء كان داخل مصر او خارج مصر. بحب اشكركم جميعا. تعالوا النهارده هنعمل فيديو جميل جدا، هو بسيط وخفيف. الجوافة اليومين دول كتير جدا جدا ورخيصة، فتعالوا نخزنها مع بعض. هنعرف ازاي طريقتها سهلة جدا جدا، هتقعد معاكي فترة طويلة جدا جدا. وجربي الوصفة دي وقولي لي ايه رأيك فيها. اول حاجة جبت كل الجوافة وغسلتها وقطعتها بالشكل ده. هشيل البذور بتاعتها. انا عملت شوية وخليت لكم كام واحدة عشان اوريكم الشكل بتاعها. بعملها بالطريقة دي. انا بتقعد معايا فترة طويلة في الفريزر، وكأنك لسه جايباها فريش من برا. يعني ما بتاخدش وقت معاكي. ولما بتكوني مزنوقة ولا حاجة في تحضير العصائر ولا عندك ضيوف بسرعة مستعجلة، هتنقذك اكيد طبعا. وهتوفر معاكي وقت وهتريحك بالطريقة دي. انا جبت كمية كبيرة جدا، عملتها وعملت ده معاكم في الفيديو عشان بس ما اطولش في الفيديو. وهجيب معلقتين سكر كده وارشهم عليهم عشان خاطر يحفظها السكر، وهعصر لها عصير ليمون. يا ريت ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي السبسكرايب، وفعلوا لي زر الجرس ليوصلكم كل جديد من قناتي، قناة سندريلا المصري. انتظروا كل جديد من قناتها. تركولي كومنت حلو زيكم كده وقولوا لي ايه رأيكم. ودلوقتي هعصر العصير الليمون وهقلبهم كلهم كده. الطريقة دي ممتازة يا بنات، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. انا مجرباها قبل كده ومخزنتها السنة اللي فاتت وقعدت معايا كويسة. وهنجيب اكياس تلاجة او اكياس تخزين، مفيش مشكلة. المتوفر عندك ممكن تخزني فيه. وهدخل الجوافة جوا الكيس وهخزنها كده في الفريزر. مش هتاخد وقت معايا، مش هاخد مجهود فيها. وقت ما احب اطلع الجوافة اطلعها على الخلاط على طول، واضيف لها اللبن واعملها، او اضيف لها الموز والعسل. دي على حسب رغبتك انت، ما حابة تعملي ايه العصير. شايفين؟ انا عملت الكمية دي معاكم عشان بس ما يطولش الفيديو عليكم يا حبايبنا. انا عملت كمية اكبر من دي اكيد طبعا، بس ما صورتهاش كلها. انا صورت لكم دول، قلت اوريكم ازاي بتخزن طريقة الجوافة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعنا. ما تنسوناش لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا ايه يا حبايبنا، لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا لنا زر الجرس وشير الفيديو. وتتركوا لنا كومنت في التعليقات وتقولوا لنا ايه رأيكم، عايزين ايه تاني اعمله لكم من اكلات، من وصفات، من فلوجات. وشكرا لدعمكم لينا. يا رب القناة بدأت تكبر بيكم وليكم بإذن الله. أترككم في رعاية الله وحفظ الله في فيديو جديد ولقاء جديد إن شاء الله من مطبخ سندريلا المصري. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.